السؤال ده فعلا سؤال مهم جدا. لعيبة الكورة طبعا احنا مش بنحسدهم، ما شاء الله يعني الله اكبر، بيلعبوا وبيتدلعوا وبياخدوا فلوس كتير. تمام. والصنايعية بتشقى وتتعب وما بتاخدش فلوس كتير. ويجي اللعيب من دول وهو بيلعب يجيله شد عضلي ويجيله ارهاق ويدلك ومدلك ويدلعه، في حين ان الصنايعي ما بيحصلش معاه كده. بالعكس، الناس تقول له انزل الشغل، خلص الشغل، ويبقى عليه ضغوطات عشان يخلص الشغل. الكلام ده حقيقي وصحيح فعلا. لكن انا بناشد طبعا المقاول، المهندس، الزبون اللي عنده عمال بتشتغل، انه يراعي الحتة دي. بالعكس، انت لما يكون الصنايعي جاي لك وهو فايق ومرتاح، ده معناها انه هيقدر يدي الشغل. انا طبعا مش مع الصنايعي اللي بيروح الشغل الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2 ويسهر. الطبيعي في الدنيا كلها زي ما ربنا قال ان احنا نصحى بدري، ننزل شغلنا بدري، اخرنا الساعة 6 نروح ناخد قسط من الراحة كويس جدا، نرتاح، نقدر ننزل تاني يوم واحنا عندنا طاقة ان احنا نقدر نشتغل. يعني دي حاجة مهمة جدا. وأنا سبق وقلت قبل كده إن معظم الدول الناجحة الأوروبية تحس إن الناس طول الأسبوع بيجي الساعة 7 بالليل، دي تحس إن معظم البلاد بتقفل تماما، وبيبقى الناس كلها نايمة. لكن طول الأسبوع حاجة، وسبت وحد ده حاجة تانية خالص. سبت وحد بيسهروا وينبسطوا ويعملوا كل حاجة. لكن خدوا قسط من الراحة كويس، ارتاحوا، فكروا ازاي ان انتوا تقدروا تنزلوا وتنتجوا وتشتغلوا وتطلعوا شغل صح. يا جماعة ما ينفعش الصنايعي يروح الشغل الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2 ويسهر ويرجع تاني يوم يعمل نفس القصة. اظبط نفسك زي اي واحد محترم. كون في شغلك الساعة 8 الصبح، خلص شغلك الساعة 6، روح عشان ما تبقاش مرهق وتعبان، وتقدر تأدي بكل أريحية، وتقدر تعمل حاجة تنتسب في الآخر ليك ولشغلك. دمتم بخير، وبتمنى لكم كل خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.